يا صباح الفل والياسمين والرضا من رب العالمين، وحشتوني. النهارده عاملين مع بعض عيش ولا احلى ولا اجمل ولا اسهل من كده. اتحداكي ما يطلعش معاكي بالشكل ده. شايفين منتفخ وطري يعني. معجون بالزبادي بس، ولا ميه ولا اي حاجه. هتاكلي ولادك عيش نظيف صحي موفر. يلا نشوف المقادير ازاي وهنعمله مع بعض ازاي. المكونات اللي معانا 5 كوبايات من الدقيق، انا حاطه عليهم رشه ملح، 3 كوبايات زبادي، العبوه الصغيره اللي هي 100 جرام. ممكن نحتاج اكتر ممكن نحتاج اقل، ده على حسب نوع الدقيق. عندي كاسه زيت او فنجان قهوه، بس انا مش ماليه قوي برضو. معلقه خميره فوريه، معلقتين كبار من السكر. هنحط المحتويات الجافه كلها، نقلبها مع بعض. ممكن بقى اخلي المواد السائله دي في العجان على طول. لو هنعجن في عجان هنعجن على ايدينا، نبدا نحطها على طول ونعجن. انا نخله الدقيق ده مرتين. هنزل بالزيت، احط 3/4 الزبادي بس، اشغل العجان واشوف هيحتاج مني زبادي تاني ولا لا. احنا عجننا العجينه اهي، هي دي العجينه المطلوبه. فيها تلزيق بسيط، بس ايدك بتطلع نظيفه في النهايه وبتمط. انا ما احتجتش للعجينه دي اكتر من ال3 علب زبادي اللي انا قلت لكم عليهم. بس في الاخر احتاجت بق ميه صغير قوي. كان ممكن احط معلقه زبادي، بس الزبادي اللي عندي في التلاجة. مهم قوي ان الزبادي يكون بدرجه حراره الغرفه. هبخ بخه خفيفه كده من الزيت علشان خاطر اما اجي اطلع العجين ما يلزقش معايا، وبرده بخه خفيفه كده على وشه. هغطي العجين بمشمع وبعدين بفوطة علشان اطمن واتأكد تماما ان العجين ما يدخلوش هواء ويشقق معايا او ينشف. نسيب العجين حجمه يتضاعف ونرجع نشكل العيش مع بعض ونخبزه على طول، واسرع عيش واجمل عيش هتاكليه. العجينة خمرت وتضاعف حجمها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بسم الله. المرحلة دلوقتي دي مرحلة ان انا اقطع العجين لكرات صغيرة واسيبها ترتاح 10 دقايق بس، علشان لما اجي افردها لرغفة الموضوع يكون معايا سهل مش صعب. قطعي بقى بالحجم اللي يعجبك التقريب كده، يعني نحاول نخلي العيش قد بعضه. اهم حاجة لحام الرغيف يكون من تحت كده، يعني اخلي الرغيف من فوق متساوي ومن تحت اللحام بتاعه. ده مهم قوي ان العيش ينفخ معانا، انه ما يبقاش فيه تقطيعات من فوق، واللحام لما يبقى من تحت مع التخمير ومع التريح هيقفل طبعا. مجهزة فوطة مطبخ نظيفة. هبدأ أرص عليها العجين يرتاح. وأهم حاجة العجين يتغطى، ما ينفعش يتساب عريان عشان وشه ما يعملش قشرة أو يقشف معانا. هرص العجين كده واغطيه بفوطة واسيبه 10 دقايق، واكمل بقية تكوير العجين اللي معايا. وبعد ما نسيبه 10 دقايق هنبدأ نبطط او نقرص العيش من اول كورة شكلناها. نسيب العيش او الكور ترتاح ونرجع نشكله مع بعض. رشين مفرش العجنة او الترابيزة او الحاجة اللي هنشتغل عليها بكمية دقيق كويسة، ونبدأ بأول كورة شكلناها ونغطي الباقي برضو. نبدأ نبطط كده، نرش دقيق من فوق الوش ونستخدم النشابة للفرد. مهم واحنا بنعمل العيش ان احنا برضو نحطه على ايدينا كده، وده برضو بيفرق في انتفاخ العيش. هي دي التخانة اللي انا محتاجاها للعيش. اقدر ارقه كمان عن كده وهيبقى ممتاز. خلاص كده حلو قوي. هرجع العيش تاني يرتاح تاني على الفوطة. خلي بالك وانتي بتشتغلي مفيش يعني ضفرك ما يجيش في الرغيف عشان ما يخرموش، لانه لو اتخرم مش هينفخ معانا. هكمل بقيه الكميه وارجع اوريكم هدخل الفرن على ظهر الصاج ازاي وهينتفخ معانا ازاي. احنا قلبين الصاج بتاع الفرن، سيبنا العيش 10 دقايق. هنبدا باول رغيف فردناه، هنحطه كده على الصاج مباشر. نحط كمان واحد. الصاج هيشيل معاكي 3 رغيفة. اول رغيف دخلناه بدأ اهو يعلى حاجة بسيطة، وهوريكم خطوة بخطوة العيش هيبدأ ينتفخ معانا ازاي. شايفين المنظر قدامكم؟ العيش بدأ ينفخ اهو.
اول ما يبدا اللي جوه ده يكمل انتفاخ هبدا ارفع الصاج للمستوى الاعلى من الفرن علشان خاطر وشه يتحمر، ونشوف النتيجه النهائيه للعيش ايه وهو خارج من الفرن. العيش استوى، ال5 كوبايات دقيق طلعوا لنا 12 رغيف بالحجم ده. شايفين؟ يعني الصورة بتتكلم لوحدها. اللون من تحت تحفة، من فوق تحفة. هوريكم ان العيش من جوه طري ومنتفخ وتحفة ازاي. بجد بجد النتيجة هتبهرك، ريحته في البيت تجنن. شايفين يا جماعة؟ اتمنى تكون الوصفة سهلة عليكم وتجربوها. لو الفيديو عجبكم نعمل شير ولايك، وتابعوني على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفة جديدة قريب ان شاء الله.